السلام عليكم. قالوا سيادنا الاولين جلس مع خويك وكول مع خويك وحضي من خويك اللي سرق لك الصويك. امثله كانت كتقال ماشي من فراغ، ولكن كلها عندها معنى. ما غاديش نطول عليكم وغندخل معكم نيشان في القصه ديال بشرى، قصه زوينه وفيها عبره. قبل ما نبدا ضغط معك على داك الزر ديال الاعجاب وبارطاجي القصه، واللي مازال ما اشترك معايا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بشرى. بشرى جا خطبها واحد السيد، وهي ما كانتش كتعرفه مزيان ولكن كتعرفه من البعيد البعيد. مهم جا خطبها، وكان هو الوحيد عند امه وباه ميت. امه عندها واحد الدار كبيره. جا خطبها على اساس انها غادي تزوج به وغادي تسكن معاه عند امه. وهذاك السيد اللي جا خطبها كان زوين، سميتو السي مصطفى، تيقولوا له السي مصطفى، حيت هو اللي كان الوحيد عند مو مات باه وخلاه صغير، وقابل داكشي ديال باه، قابل المشاريع، قابل الحوانت، قابل كلشي. المهم يعني كلشي كيقدروا داك الاحترام وداكشي كيقولوا السي مصطفى. المهم كان كبر من بشرى تقريبا بواحد 10 سنين. خطبها، كبر بها، داكشي اللي خصو يكون، داروا العرس، مشات راحت عندهم عروسه. المهم الولد زوين ما فيه ما يتعب، وحتى بشرى زوينه وغزاله ومخلقه وبنت الناس. عجوزتها مرأة درويشه ومتقيه الله وعارفه بينها وبين الله. سكنت معهم بشرى وكانت ونعمه العروسه. كتنوض في الصباح، كتجمع الدار، كطيب الفطور، كتطلع عجوزتها تاكل، كتنوض كيجيب الراجل التقديه، كان هو شي شويه يعني قاصح وداكشي ما كيخليش المراه تخرج، والمراه عنده ما تخرجش والمراه ما تبانش وهذه. المهم كيجيب التقديه ويجيب كاع داكشي اللي خصو يكون. المهم الدار ما ناقصها حتى شي حاجه. اللي كيجيب الدجاج، يجيب اللحم، يجيب الحوت، يجيب الخضره، يجيب الديسير، يجيب كلشي. راجل قايم، يعني ما قالوا له السي مصطفى حتى السي مصطفى. المهم داز العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، ما جابش الله الوليدات. قال لها بشرى نمشيو للطبيب، انا راه باغي الولاد، انا راه كبرت بوحديتي بلا خوت بلا هادو، دابا انا ما كرهتش الدار، تعمر عندي بالوليدات. نمشيو للطبيب، ما نزيدوش نضيعوا الوقت اكثر ونشوفوا اش كاين. مشاو للطبيب، فعلا لقاو بشرى انها ما يمكنش لها تولد. قال لها الطبيب عندك واحد الحاله نادره اللي هي الرحم ديالك رحم طفله. يعني سبحان الله العظيم هاد الحاله كاينه، ولكن كاينه واحد النسبه اللي هي قليله بزاف. كنظن يعني الاطباء غيعرفوا هاد الحاله هذه، وحتى الناس اللي فايتيز عندهم شي حد اولا قارين على هاد الشيء غيعرفوا بان الرحم ديال الطفل كيكون واحد الرحم ما تيكبرش، يعني وتا البويضات صغيرين بزاف، يعني ممكنش يتلقحوا، حيت البويضه خصها توصل لواحد الحجم معين باش عاد تقدر تلقح. المهم شافت عيا، بقات مسكينه كتبكي، اش غدير ما دير، هو ما بغاش يظلمها، قال لها هادشي ديال الله. دوز من موراها تقريبا واحد 6 شهور 7 شهور. بدا السيد كيتبدل على بشرى، وهي طيبه. بشرى واحد المراه اللي هي طيبه، كتجلس مع عجوزتها، كتوجد لعجوزتها وشنو خصك خالتي، وتجلس دير حليوات، دير كيكه، طيب، يجيو الضياف كلشي عليها، وحتى عجوزتها كتبغيها. المهم كانت كتجي عندهم واحد السيده، وديك السيده كانت جارتهم وكانت كتجي عندهم. واحد النهار غادي تجي عندهم ديك السيده، كانت صاحبه عجوزة بشرى، وقالت لهم ويلي كنت شوفوا فلانه. علاش هي جارتهم؟ قال لا مالها. قالت لهم راه ماشي مشات واحد الشوافه، مشات لعندها عفريته وكنت تشوفي، قالت لها كلشي على راجلها، مشات كتقلب لقات داكشي كله صحيح. قالت لها بشرى وكزعما كتثقي بداكشي؟ قالت لها ويلي وكون نجيبها لك وتشوفي. عرفتي المراه خطيره، الشوافه خطيره. قالت لها بشرى ما نعرفت، ما عرفت. عجوزتها قالت لها ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء بشرى بنتي، هذاك الشيء راه شرك بالله، يعوذ بالله. راه الا جاو زعما سمعتي لشي شوافه ولا حاجه وتيقتيها، راه بحال كفرتي على الدين ديالك، كتكفري كتخرجي منه. قالت لها خالتي انا راجلي راه تبدل عليا هاد الايامات، وكنت شوفي ولا غير كيغوت عليا وكيدور فيا، والله ما كرهت هاد الشوافه، كون زعما تجي عندنا للدار. وهي تقول ديك الجاره واش تقدر تجي عندنا للدار؟ قالت لها ويلي نجيبها لك عفريته. قالت لها عرفتي كتقول كلشي وتشوف لك حتى هاد المشكل ديال هاد الاولاد اللي ما ولدتيش، لا يكون شي حد داير لك شي حاجه، ما كايناش الثقه في البشر. الله اعلم الاطباء ما عندهم ما يعرفوا. الاخرى مسكينه سمعت الاولاد قالت لها جيبيها. قالت لها غدا نجيبها لك. فعلا داكشي اللي كان ديك الجاره هي ما كدبات في عيطه، لا غد ليه تمت جايه وجايبه مع هذيك الشوافه. وهاد المده هادي
الراجل تقلب على مرته ولا غير كيغوات، غير كينقر عليها، تقريبا ما كيهضرش معاها، كتدخل البيت كتنعس كيعطيها بالظهر وكينعس، ما كيهضر معاها، ما كيكلمها، ما كيقرب لها، ما كيحاديها، المهم بحال لي هي ما كايناش. المهم جات ديك الشوافه دخلات جلسات، وعجوزة بشرى ما حملات ديك الشوافه، ما قبلاتها، ما حملاتها، ما قبلاتها. المهم بشرى قالت لها زعما رانا بغيتك زعما تشوفي ليا اش كديري، قالت لها كنشوف في الكارطه، قالت لها بغيتك تشوفي لي وتقولي لي زعما تقولي لي شنو كاين. جات السيده حلت الكارطه بدات كتقول لها انت ها القد والقد باش مجوجه، وانت عندك مشاكل مع الراجل وما ولتيش الوليدات، وراجلك بحال اللي مبدل عليك هاد الايام. قالت لها بشرى في الصراحه ما عرفتش مالو. وهي تقول لها وسامعي نقول لك الراجل راه عارف واحد خيتي وراه واقيلا غيتزوج بيها، اولا تقريبا الله اعلم لما كان مجوج بها السيد راه بدا كيضرب الصدق، وهادشي كان واقيلا على وديت الولاد. لما راه سمعت هادشي وهي تشعل فيها العافيه، اويلي وشكون هادي، وعجوزتها كتقول لهم خرجوا عليا، بغيتو تشتتوا الولد يشملوا، خرجوا عليا الولاد ديال الله، وربي اللي كيعطي ربي اللي كيقلع. وبشرى هنا طلعوا لها الجنون، بدات كتغوت كتقول لا لا وبصح تقلب عليا وبصح هادي وبصح هادي. المهم قال لها حنا غادي نمشيو. بقات بشرى كتبكي، بقات كتغوت، جا الراجل دخل لقى بشرى شبكات معاه من الباب، قالت له انا عقت بيك وبقوالبك وعلاش تبدلتي عليا وعلاش هادي وعلاش هادي. قال لها واش نتيش كتخربقي؟ قالت له صافي انا عرفتك وعرفت افعالك وانت باغي تتزوج عليا وانت كتعرف شي وحده. ما جاوبهاش. دوزت واحد اليومين ما كيهضرها ما كيكلمها وكيقلي لها غير السم، وهي بشرى غير كتبكي لدرجه انها بقات اللي كتاكل لا كتشرب. عجوزتها كتقول نهاك الله يا بشرى نوضي تصلي وتوضي وبعدين من ديك الخزعبيلات انا هاد المره غادي تجي عند ديك الجاره غنجري عليها. كتقولها بشرى لا ما غاديش تجري عليها، انا اللي غنعيط لها وغادي نقول لها تجيب لي مع ديك الشوافه وغادي نعاود تشوف ليا من الاول. قالت لها عجوزتها وبنيتي اش غنقول لك، ما كنبغيش نبقى معك حيت حتى انت دي بنيتي راه دارك، ولكن انا كنت سعفتيني بعدي من داكشي. ناضت بشرى عيطات لديك الجاره، فعلا الجاره هي ما كذبات في عيطه، قالت لها نجيبها الحبيبه اليوم تكون عندك. عاوتاني جابتها معاها، دخلات السيده استرحات الكارطه، قالت لها عاودي شوفي لي تكوني غلطتي. قالت لها ما غلطت والو، ها راجلك ها كي داير ها كي داير، وها زعما شنو كيدير في خدمته، وراه معرف مع واحد خيتي وراه عايش وياها بحال اللي مجوجين، وراه واقيلا غيتزوج بيها وانت واقيلا غيكركبك مع الباب. صافي هنا بشرى بدات كتغوت وكتنتف شعرها وكتبكي، وناضت العجوزه جرات على ديك الجاره وديك الشوافه قالت لهم خرجوا عليا. بشرى جمعت حوايجها قالت لها صافي اليوم غادي نمشي في حالي. كتقول لها عجوزتها قلتي في حالك واش كتثيقي بالخوال واش شفتي شي حاجه بعينك، واش سمعتي شي حاجه بودنك، واش غير قالوا لك هادو ضحكوا عليك وانت تقتي بهم؟ بقات كتبكي قالت لها لا صافي خالتي فعلا هو تبدل عليا ومني عرفني ما كانولدش تبدل وقلب وجهه عليا وهادي وهادي وهادي. المهم جا الراجل دخل قال الاخرى السيده جمع حوايجها فين غادا؟ قالت له غادا في حالي. قال لها علاش؟ قالت له صافي بغيت نطلق. قال علاش بغيتي تطلقي؟ قالت له انا عقت بك وعارفه الاعيب ديالك وعارفه كلشي ديالك اللي درتي، صافي انا بغيت نطلق ما بغيتش نبقى معاك. صافي قالها سيري في حالك انت مطلقه، دابا توصلك براتك توصلك، سيري في حالك دابا ندير الاجراءات. خرجت السيده مشات في حالها، نضت تما وشبكات معاه. قالت له واش حماقيتي، واش تسطيتي، واش من نيتك، واش المراه دارت لك راه ولاد ديال الله، راه الا ما عطاكش الله ما فيهمش الخير، راه ربما تتزوج بمراه اخرى ويعطيك ما يكونش عندك فيهم الخير. اش هاد التخربيق، واش هاد الشيء كدير؟ غير ديك الخيتي جاب ديك الشوافه هنايا قالت له انا غادي نمشي لها والله تنمشي لها اليوم نحيح عليها. ويقول لها جلسي يا امي هذيك الجاره راه متفقه انا وياها. قالت له واش كان هادشي كنسمع؟ قال لها امي انا غادي نجيك للصراحه، انا اصلا اتفقت مع ديك الجاره وهذيك اللي معاها راه ما شوافه ما والو، انا اللي قريتها وقلت لها شنو تقول، وانا اللي شحال من حاجه قلتها ليها باش تقولها، يعني عطات دي ديطاي قال لها باش تقولها باش تقتنع بشرى انا ديك السيده شوافه. قال لها امي انا ديك الجاره راه ملي سمعت بشرى ما كتولدش انا باغي الولاد امي، وهذيك الجاره جارتنا عندها ديك بنتها فلانه. مهم قال لها وانا امي كانت كتعجبني، وملي سمعت بشرى ما كتولدش بغيت ديك البنت، وهضرت مع الجاره ولقيت بان بنتها حتى هي باغا، لان قال لها كانت كتجي عندي المحل وكتبين ليا. قال لها وقبلوا ولكن عطاوني شرط واحد هو اني ما خصنيش نكون متزوج ونطلق بشرى، وانا امي باغي الولاد، ودابا انا امي الصراحه راني خطبتها وما تقلقيش مني حيت درتها بلا خبارك، ودابا صافي خصني نطلق بشرى باش نضرب بها الصدق. بقات امو كتندب وكتنتف شعرها، يا ويلي هادشي كنسمع، واش حماقيت، واش انا معايا، واش انت ولدي ولد كرشي؟ قال لها امي هادشي اللي عطا الله انا باغي الولاد. قالت له مو بغيتي الولاد بغيتي تتزوج قولها لمرتك ولكن ما تطلقهاش. قال لها شوف اما انا غير كلمه قلتها ديال الطلاق في ساعه غضب وانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن امي
غير خليها تمشي فحالها بشرى، نضرب الصداق انا بهذيك بنت الجاره ونجيبها للدار تروح عندي ولا غادي نرجع حتى بشرى. غير خليها امي الله يعطيك الصر انا باغي الولاد. المهم الام غضبات، بقى كيبوس لها في يدها وبوس لها في راسها وبوس لها في رجلها، كتقول له يا ولدي واتقي من دعوه الوليات راه صعيبه. قال لها امي الله يعطيك السر غير عافاك خليها تمشي. المهم مشى هو عند ديك الجاره وقال لها الخطه صدقات راه مشات، راه رميت على الطلاق بفمي باقيين غير الاجراءات. ودابا فعاود ما نبدا يلا قبل ما نبدا الاجراء وداكشي خلينا نضرب الصداق ببنتك. فعلا مشى جمع الوريقات ضرب الصداق بهذيك بنت الجاره، ولكن مو ما هناهاش خاطرها. مشات عند بشرى للدار وكطلب منها السماحه وكتقول لها بنيتي راه شوفي انا غادي نعاود لك كل شيء، لانني انا اليوم الدنيا وغدا الاخره وخصني نصفي رقبتي. راه ملي مشيتي ورمى عليك ولدي اليمين ديال الطلاق راه قال لك هو داك اليمين ما قالوش من قلبه غير ساعه غضب، يعني الطلاق ما دايش. ولكن بنتي هذيك الشوافه راه كانت غير كتكذب عليك، راه ما شوافه ما والو. وهذيك الجاره اللي كنتي كتثقي فيها راه هاش كاين هاش كاين هاش كاين، راه متفقه هي ولدي باش تعطيه بنتها. هنا بشرى طلعوا لها القرون، بدات كتغوي بدات كتبكي كتنتف شعرها، وعائلتها داروا في العكوزه قالوا واش بنتنا شيطان داكشي ديال الله الولاد ديال الله، صافي ولدك بغى يتزوج يطلق بنتي ما غاديش ترجع معاه واخا تنطبق السم على الارض. مشى هو ضرب الصداق بهذيك خيتي بنت ديك المراه، وقبل ما يسافروا ويدوز شهر العزل مشى عند بشرى بغى يطلب منها السماحه. قالت له ابدا ما مسامحاش لك وما غاديش نرجع لك، انا ما نجيش عليا ضره واخا نكون ما كنولش هذاك الشيء ديال الله والله اللي خلقني هكاك. دابا غادي تطلقني. قال انا ما غاديش نطلقك رسميا، ما غاديش نطلقك، غادي نسافر مع مرتي جديده وغادي نمشي ونخليك تبردي، وملي غادي نجي غنعاود نجيبك للدار. كتقول له والو نونيا كحل العيون ما نرجعش معاك. وقالت له سير الله ياخذ فيك الحق، كيما دمرتيني وجرحتيني انا بغيتك ما تفرحش بهذا الزواج، انا بغيت ربي يطيرك وما تفرحش بهذا الزواج، انا بغيتك يا ربي كتقول طيروا ما يفرحش بهذا الزواج. قال لها انا درت الشرع الله، انا ما درت شي حاجه وزيدون انايا ما درت حتى شي حاجه، انا من حقي الولاد، انت ما كتولديش ما غاديش نبقى معك، صافي بغيتي تجلسي انا ساترك انت معايا. قالت له ساترني مالك اخويا شنو لقيتي عليا؟ قال لها بغيتي تجلسي جلسي، ما بغيتي سير الله يعاونك، صافي انا غنسافر نعطيك فرصه تبردي بيد ما جيت من السفر. بقات بشرى كتبكي كتبكي وكتغوت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل، يا ربي خذ حقي، يا ربي ما تخليهش يفرح بهذا الزواج، يا ربي طيروا لعندك، يا ربي دير. السيد مشى دوز شهر العسل، دوز غير واحد 15 يوم بحال هكاك 20 يوم. ايوا كل شويه كيحط تصاورو في الواتساب في ستوريات، ومرته مسكينه كتشوفو كتبكي كيحطها هو مع الاخرى هو هنا هو هنا كتبكي مسكينه، وكتنوض كتصلي تبقى تطلب ربي طلب طلب طلب، كتقول له يا ربي كيقهرني قهرو. ملي كان جاي من داك شهر العسل غادي يدير واحد الكسيده اللي الطوموبيل غادي تعجن، غادي يدخل فيهم واحد الرموك، تخيلوا الطوموبيل تعجنات الطوموبيل. مات هو وماتت مرته الجديده، وكانت لافوت من الرموك من يعني مول الرموك. المهم خرجت لهم واحد الديه وهي حتى مطلقاش بالوراق، هذيك الديه اللي خرجات لمرتو وامو، خدات فيها مرتو وامو. وصدقات السيده هو مات ما ماليها ما مع وحده اخرى، وخدات حقها في ديك الديه ومشات تبرعات به وتزوجات براجل اخر وعايشه معاه. قالت لك فعلا ما جابليش الله الوليدات، ولكن خديت راجل اللي يقدر الحياه الزوجيه وانا عايشه معاه الحمد لله. وهذاك الراجل اللي كان باغي يقهرني على ظهره ربي رزقني بهاد الفلوس اللي درت بهم الدويره وعايشه بخير وعلى خير. كانت هذه القصه ديالنا اليوم ديال بشرى، كنتمنى انها تعجبكم. الا عجبتكم ما تبخلوش بالضغط على زر اعجاب تبارطاجي القصه، واللي مازال ما اشترك معايا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانا قبل ما نقول لكم شكرا بغيت نقول لكم في هاد العبره هي راه النيه وقله النيه راه ما كيتلاقاوش، وراه معمر الغدار ما يربح، وراه معمر الظالم ما يربح. عندك كيتسحابك راه ضحكتي على العبد، لا ما تنساش ان كاين اللي فوق منك قوي منك وقوه من اي واحد ظالم وكيتحدى يعني بصحته ولا كيتحدى بالقوه ديالو، ولا هذاك العقل اللي انت كتفكر به باش تضحك على الناس راه الله اللي عطاه لك. وكما الله عطاك داك العقل وعطاك ديك الصحه قادر انه يسلبهم منك وقادر انه يسلبك حتى من الحياه. والله راه منتقم جبار، فردوا بالكم. وكلمه حسبي الله ونعم الوكيل فما تستهنوش بها لانها كلمه عظيمه عند الله. وكيف كنقول لكم ديما راه مول النيه ديما كيربح. هنا غنقول لكم انا بسلامه عليكم، تلقاو في قصه جديده ان شاء الله.